عنونت: العار يلاحق نجوم العرب بعد تعاطف أوزيل ورونالدو مع غزة. وكتبت الصحيفة: خيم الصمت الرهيب على نجوم الكرة العربية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، في الوقت الذي أعرب فيه نجوم الكرة الأوروبية والإفريقية عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في المحنة التي يمر بها، وكأن ما يحدث في غزة لا يمت بأي صلة للعروبة. أشادت اليوم السابع بموقف نجم منتخب ألمانيا وريال مدريد مسعود أوزيل الذي دعا إلى ضرورة تحقيق مطالب الفلسطينيين والمتمثلة في الحرية. بالمقابل تبرع زميله في الفريق الملكي رونالدو ب1.5 مليون يورو. أما السنغالي ديمبابا هداف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فقد أعلن إدانته للممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. العار يلاحق نجوم العرب، التعليق لك كصحفي عربي على ما ورد اليوم في اليوم السابع. هو يمكن العنوان قاسي شويه لكن محق تماما الصحيفه في تناولها للموضوع وايضا في عنوانها، لان بالفعل يمكن ما فيش اي نوع من انواع المبادره من جانب اللاعبين العرب او اي نوع من انواع التعاطف او اي نوع من انواع التبرعات. يمكن كيف نجد ذلك من لاعبين من خارج الوطن العربي ولا نجد نفس الامر من جانب لاعبينا ونجومنا الكبار؟ كان الاولى ان يكون المبادرات من لاعبين الكبار سواء في مصر او تونس او الجزائر او المغرب او الكويت او قطر وغيرها من الدول. كنت اتمنى بالفعل ان تكون هناك اكثر من مبادره. كلنا نتذكر ما فعله محمد ابو تريكه في كاس افريقيا عندما نصر غزه، ويمكن قال ان ده الانذار الاجمل في حياتي. شوف حصل على تعاطف كبير جدا من جانب الوطن العربي وايضا من ابناء غزه، لكن في الوقت الحالي يمكن الموضوع انتهى، بدا وانتهى، وشفنا اللاعبين العرب كان الامر لا يعنيهم بالمره. فانا بالفعل انا بشكر الجريده وبالفعل هي تناولت الموضوع بشكل جيد جدا، واتمنى ان تكون الرساله قويه جدا للاعبين العرب انهم بالفعل يلحقوا نفسهم ويقوموا بمبادرات. عبد الله، تحدثت عن النجوم وعن اللاعبين، لكن ماذا عن الصحافة الرياضية العربية؟ هل هي مقصرة بحق قضايا الأمة العربية الإنسانية بالتحديد منها باعتقادك؟ هل هي تسلط الضوء على هذا المنحى بالشكل المطلوب؟ يمكن على اساس الحدث يعتبر حدث سياسي في المقام الاول، فبالتالي يمكن السياسه هي استقطبت كل شيء او هي خدت الموضوع من كل جوانبه، فبالتالي يمكن الرياضه كانت بعيده الى حد كبير. لكن طبعا كان من الممكن ان نتناول عده امور: كيف يعيش اللاعبون في غزه، كيف ما هو وضع الملاعب، ما هو وضع الرياضه ايضا في غزه، وخاصه في ظل هذا الحصار وايضا في ظل هذا ما حدث في الاحداث الاخيره. طبعا الصحافه العربيه المفترض يكون لها دور كبير جدا. المفترض ان كمان الصحافه العربيه توجه رساله للنجوم العرب واللاعبين العرب، خاصه ان يمكن كل عندنا مجموعه جدا من اللاعبين المحترفين سواء في الدوريات العربيه او الاوروبيه، وبالتالي لديهم مقابل مادي كبير جدا من الممكن ان يتبرعوا باجزاء منه من اجل ان ينعشوا مثلا الرياضه في منطقه غزه، وده اللي احنا نتمناه في المرحله القادمه. بالفعل عبد الله، مشاهدينا الان نتحول الى السعوديه وصحيفه الرياض التي نتابع